برضه يا خالتي مش هنوديه مستشفى؟ ما ينفعش يا بنتي. بيجو ده حظه قليل في الدنيا كلها. حتى المستشفى مش هقدر اوديه عشان الحكومه ما تشمش خبر. طب الدكتور لما جه قال لك ايه؟ اهو بيجي يطمن عليه، مستنيين رحمه ربنا. ربنا يسترها ان شاء الله. يا رب. تعرف يا فتنة، بيجو ده امك هي اللي ربته. كان بيحبها قوي، كان نفسها يقول لها يا ماما. كانش يرضى ابدا الواد يقول لها انا عندي ام واحده بس شديده. هوني على نفسك يا خالتي، هيقوم وهيبقى حلو ويرجع احسن من الاول. شديدة الكتا عمرها ما هتتكسر بعينيهم. يا رب. ظلمته، كان نفسه يقول لي يا ماما او يما، كنتش برضه اقول له اخرس. خايف عليه، كان دايما يقول لي يما اللي بتعمليه ده غلط، اخرته موت. يا ريت انا اللي كنت مت. بعد الشر عليك يا خالتي، والنبي ما تقولي الكلمة دي تاني. صعبان عليا نفسي، مش عارفه اعمل له حاجه. ظلمته. لا حول ولا قوة الا بالله. والنبي يا خالتي ما تشيلي نفسك فوق طاقتها عشان خاطري. انت ايه اللي جابك هنا بعد اللي عملته في بيجو؟ بس يا ماما، كلامي مش معاكي. ما عملناهاش يا جديدة، وانت عارفة كويس قوي ان العتاولة ما لهمش في الدم. كلامي معاكم يا عتاولة خلص، واللي جاي هيبقى فعل. ايه جاي تشفى في ابني تشوفه صح ولا ميت؟ عارف انك موجوعة، وعارف ان مفيش اي حاجة تطبطب على وجعك ده، بس انا قلت اعمل باصلي واجي اطمن عليه. وانا بقى مش هستريح الا وانا مخمسه على الحيطان بدمكم. ربنا ينولها لك ان شاء الله. خلينا في المهم. ما عنديش اهم من ابني. لا، في البضاعة، وانت عارفة كويس، ونفسك توصلي لها، ومهما لفيتي ودورتي مع نصار مش هتوصلي لحاجة. بس انا جاي اقول لك بقى ان المصلحة خلاص في عبي والبضاعة في حجري. انت عاوز ايه؟ نمشيها سلمي عشان كله يبقى مبسوط، بلاش نمشيها دم عشان كله هيزعل. انا مش هزعل اكتر ما زعلت، وقريب قوي هيجيلكوا ردي. بشوق. سلام يا ام بيجو.